يلعبها حد يقول هنا فيها تسلل، لكن محمد نجيب مغطي، واحمد فتحي واخد الراجل من الهوا ونازل، لكن هو لو كان سابه فتحي ما كانش مديان يلحق يوقفها اهي. بس هي ضربه جزاء لمصلحه اسبانيول. سيبها حكم اللقاء خوسيه جارسيا. ادي والتر ايه وحاططها يعني بقوه في نص المرمى. والتر باندياني الاول لاسبانيول. واحد اسبانيول، واول اهداف اللقاء من ضربه جزاء في الدقيقه 28 في شباك شريف اكرامي والنادي الاهلي. هدف رقم 17 بقى اللي بيسكن النهارده مرمى النادي الاهلي في المواجهات الاسبانيه مع النادي الاهلي. ماتيوني هات وخد تاني مع موها. ماتيوني ماشي على حدود منطقه زي النادي الاهلي، وروماريو والتاني في شباك شريف اكرامي من سيرجي روماريو. بيحرجل من بدري الراجل ده على الهدف الثاني لاسبانيول. يبقى الدقيقه 78 الهدف الثاني لمين؟ للدوري الاسباني روماريو. قطع كويس الراجل، بيجي كده من الاطراف بيقطع صح كده من ورا خط الظهر وبيروح. المره دي جات له مظبوطه ما فيهاش تسلل ولا حاجه، الراجل صح لان عبد الفضيل كان مغطي على طول. توصل لروماريو الثاني لمصلحه اسبانيول. ادي الكره بتاعت اكتر من مره وتروح على طول داخل شباك النادي الاهلي. 2 اسبانيول لا شيء النادي الاهلي.